هنعمل مع بعض النهاردة كيكة جميلة جدا، بجد في منتهى الجمال ومنتهى الروعة. كيكة التمر جميلة جدا ومغذية، ومقاديرها بسيطة جدا وموجودة في كل بيت. وهنستغل التمر اللي موجود عندنا من رمضان، أحسن ما نعمله ونسيبه مركون. نبله ونستغله ونضربه مع كيكة سهلة وسريعة. يلا مع بعض نشوف الطريقة ونشوف المقادير. المقادير بتاعتها بسيطة جدا: 3 بيضات، 3/4 كوباية زيت، كوبايتين دقيق، وهنحط كمان زبدة. والمقادير كلها هكتبها بالتفصيل في الكابشن. هنا جبت التمر بليته بمية دافية وضربته في الكبة هنا لحد ما وصل لغاية ما انتوا شايفين الدرجة دي. هنزل عليه بالبيض، والبيض يكون بدرجة الغرفة. وبنحط كمان باكو من الفانيليا، زي ما احنا شايفين البساطة بتاعتها جدا. يعني احنا خدنا البلح نقعناه في مية دافية وضربناه لغاية ما يوصل للصوص اللي احنا شايفينه بالظبط ده. بنضيف البيض وبنحط عليه الفانيليا، وبنحط كمان الزيت. وممكن كمان نستبدل الزيت بزبدة، بتدي طعم جميل جدا، كل واحد حسب امكانياته. حطيت معاه قطعتين من الزبدة عشان تطعمه وتديله طعم حلو جدا. ان الزبدة بتدي الكيكة طعم صراحة طعم جميل جدا. مع كوباية حليب يعني لبن، وكوباية سكر صغيرة لان التمر طبعا في كمية سكر عالية جدا. بعد كده هنا المواد الجافة بنجيبها، بنحط الدقيق وبنحط معلقة من البيكنج باودر، وبنحط كمان معلقة من القرفة بتدي التمر طعم وريحة حلوة جدا، وباكو بيكنج باودر. بنقلب الخليط كويس جدا، واحط معاه كمان عندي مكسرات مطحونة، ولو في عين جمل بتبقى جميلة جدا. انا هنا حاطة ميكس من المكسرات طحناه وحطاه، بتديها طعم جميل جدا جدا جدا. بنقلب الخليط ده كله الجاف على بعضه كويس جدا. واحنا طبعا جهزنا الخليط السائل، وبنمزج الاتنين مع بعض كويس جدا بنقلبهم. بنكون بعد كده دهنين صينية كويس جدا ومسخنين طبعا الفرن من ساعة ما بدأنا في الكيك. بننزل بالخليط زي ما احنا شايفين السمك بتاعه كده، ده السمك المطلوب. انتي بقى تحطيها في اي قارب انت تحبيه، في صينية واسعة، في صينية مربعة، بايركس، زي ما تحبي. بتدخل الفرن على درجة حرارة 180، وبنشوفها بالجمال اللي احنا شايفينه ده. وتطلع بعد ما تهدى خالص نقطعها ونقدمها بقى جنب فنجان شاي، فنجان قهوة، فنجان نسكافيه. ما اقولكوش روعة. اتمنى منكم بجد تجربوها وتقولوا رأيكم ايه. متنسوش في اللايك والشير.